مثير جدا للدوري التونسي هذا الموسم. هل تعبر هذه النهاية بالفعل عن ارتفاع المستوى الفني للبطولة بشكل عام؟ بكل تأكيد طبعا. أي نهاية مثل هذه النهايات التي لا نشاهدها إلا في الدوريات الأوروبية عادة، يعني عادة ما تعودنا على مثل هذه السيناريوهات في الدوريات الأوروبية نجدها في دوري عربي. هذا مؤشر جيد وجيد جدا أنه البطل أو معرفة الفريق المتوج تحسم في الثواني الأخيرة من الموسم، من مباراة الأخيرة في الموسم. هذا شيء إيجابي وإيجابي جدا، وهذا يترجم أن الدوري التونسي واحد من أقوى الدوريات والأكثرهم تشويقا في العالم العربي. نعم صحيح، يعني كان سيناريو دراماتيكي، خاصة أن البطل يفصله عن الملاحق فقط نقطتين. نبيل معلول قاد الفريق في آخر 3 مباريات بعد انفصال الترجي عن راضي الجعيدي. إلى أي مدى كان دوره مؤثرا في حسم اللقب؟ نبيل معلول دوره مؤثر جدا، يعني الترجي كان شكل ومع نبيل معلول صار شكلا آخر، يعني على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج الترجي صار مقنعا كثيرا. نبيل معلول يعني عادة يقول لك ما فيش مدرب من مباراة أو 2 بيحط لمسة سحرية، لا، نبيل معلول قدر أنه يغير كل المعطيات. نبيل معلول ابن النادي، يعرف كل ما يوجد في النادي. نبيل معلول ليس جديدا عن فريق الترجي، بسرعة عرف كيفاش ياخذ الأمور، عرف خصوصا يلعب على الناحية الذهنية، وهذه إحدى نقاط قوة نبيل معلول كمدرب، لأنه كان لاعب وكان لاعب مميز جدا. فعندما تكون لاعب مميز جدا، فلما تكون مدرب في يوم ثاني بتكون عندك هذه اللمسة السحرية اللي تعرف كيف توصل للاعبين المسج هذا، الرسالة. نبيل معلول كان ذكيا جدا، لعب على المعنويات خصوصا، وعرف كيفاش يعطي للاعبين يعني الزاد المعنوي هذا اللي خلاهم يتغيروا. يعني الترجي تغير 180 درجة. هذا الكل فيه لمسة نبيل معلول، وهذه تحسب أيضا لإدارة الترجي اللي اختارت قرار صعب وصعب جدا. يعني قبل 3 جولات تشيل مدرب، يعني رهان كبير جدا على الدوري، تشيل مدرب وتجيب مدرب آخر. هذه يعني قرار جريء جدا من إدارة الترجي، راهنت عليه، نجحت، لأنها تعرف أنه نبيل معلول ليس بمدرب جديد على أجواء الترجي. نعم، على المستوى الشخصي أستاذ نبيل، كيف تقرأ حصد معلول رقما مميزا في مسيرته بالحصول على 3 ألقاب مع ناديين مختلفين في موسم واحد؟ نتحدث عن الكأس والدوري مع الكويت والدوري مع الترجي. إنجاز. إنجاز، ولكن بالنسبة لي أعتبر ذلك رقما إضافيا لرصيد نبيل معلول الذي حقق العديد من الأرقام. نبيل معلول حقق أرقام كثيرة، يعني ذهابه مع المنتخب التونسي في كأس العالم 2018، تتويجه بدوري أبطال أفريقيا، تدريبه لمنتخبات عربية. يعني نبيل معلول يعني ما هو يعني التتويج في 3 ألقاب صحيح إنجاز، ولكن بالنسبة لشخص كفء مثل نبيل معلول ما هو إلا رقم ووجود. يعني نبيل معلول لكنه هذا الموسم يعني عابر للقارات، لقب آسيوي، نعم، لقب إفريقي. صحيح 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 صحيح، هو إنجاز، أنا قلت لك أنه إنجاز، لكن بالنسبة لتاريخ نبيل معلول رقم إضافي ينضاف إلى أرقام نبيل معلول اللي حققها طيلة مسيرته الرياضية. نعم. كمدرب نبيل معلول يعني في الساحة العربية اسم معروف ومعروف جدا، وهذا ليس بجديد. يعني نبيل معلول الذي درب فرق عربية وقبل الترجي ممكن. نعم، يعني نفهم من حديثك أنه مدرب متميز بطبيعة الحال، وما زاده تميزا هو يعني الحصول على هذا اللقب مع الترجي في وقت قياسي. لكن سيطرة فريق واحد، أقصد الترجي، على اللقب في السنوات ال6 الأخيرة، هل تنعكس بالسلب على الكرة التونسية برأيك؟ نعم نعم نعم، تنعكس بالسلب، وهذه ملاحظة جيدة جدا. لكن ما هو ذنب الترجي؟ يعني اللي سائل أن يسأل ما هو ذنب الترجي. المشكل ليس في الترجي، المشكل في بقية الفرق. وإذا نجح الترجي
شخصيا نقول لك انه نجاح الترجي يعود الى اداره. اي فريق في العالم يحب ينجح لازم تكون عنده اداره قويه، لازم تكون عنده استراتيجيه في العمل، وهذا ما ينقص بقيه الفرق الاخرى، خصوصا مع وجود ازمات ماديه حاده في الانديه التونسيه. هذا ما يخلي انه الانديه الاخرى تتخبط في ازمات وديون مع الفيفا ومشاكل مع اللاعبين. الترجي لا يعيش مثل هذه الاجواء، الترجي فريق منظم، اداره منظمه، جمهور وفي، عنده كل مقومات الفريق الناجح. أستاذ نبيل تليلي رئيس القسم الرياضي في صحيفة العربي الجديد، شكرا جزيلا لك.